بشر فؤادك كي يظل رطيبا، أن الذي يرجوه بات قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما رسالتي في هذه الليلة المباركة وهي إلى الإخوة من المؤذنين، بل إلى أئمة المساجد. الكثير من الناس يسارع في رفع الأذان بحجة دخول الوقت، وهذه المسألة صارت خلافية بين كثير من الناس. الله عز وجل يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل، وفي حديث: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. ينبغي التحري، وخاصة عند أذان المغرب. لكن ما يقع من الخلاف أكثر فأكثر هو عند الإمساك، وهذا واقع في مدينتنا على وجه الخصوص، وفي بعض المدن على وجه العموم. والله الذي لا يحلف إلا به أننا نسمع المؤذن الفلاني قام واكتملت الصلاة، والمسجد الثاني أقام الصلاة، بل أن البعض قد خرج إلى الشارع وما زال ذلك المسجد يقيم الصلاة أو يؤم في الناس. اتقوا الله، اخشوا الله، راقبوا الله. هذه الأعمال ستسألون عليها أمام الله عز وجل. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهنا صراحة عندنا علماء الفلك حددوا الإمساك وحددوا أيضا الإفطار. بشر فؤادك كي يظل رطيبا، أن الذي يرجوه بات قريبا.